أختي في الله أسألك أسئلة لعلك تجاوبي عليها، ويا ريت تتحمليني في هذه الأسئلة. من أحب الناس لك في هذا الأرض الآن في هذا الزمن؟ أكيد حتقولي أمي وأبوي، صح؟ وأنا أعرف جوابك. أفرضي أمك وأبوك علموك على القرآن على برهم وعلى قيام الليل وصيام النهار، وأنت تطبقي كل شيء 100%، تقبلي قدمي أمك وأبوك في دخولك وخروجك، ولكن تروحي مدرستك وتروحي عملك وتروحي وأبوك وأمك يمشي وراكي، تفتخري؟ أكيد بأمك وأبوك أنت بارة، بس هم يقولوا لك كلمة، كل ما شافوك في أي مجتمع، في زواج، في عمل، يقولوا الله يلعنك. كيف حياتك؟ بؤس شقة. من لك بعد أمك وأبوك؟ من أحب لك بعد أمك وأبوك؟ إذا أنت بتعملي هذا كله معاهم ليرضى الله وهم يلعنوك، ما لك أحد، صح؟ طيب ما لك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبك، أمرك ببرك لوالديك، أمرك من إذا حفظت المرأة فرجها وطاعت زوجها وصمت شهرها وصلت فرضها قيل لا ادخلي من أي أبواب الجنة شئتي. حفظت أولادك القرآن وطعتي زوجك وبريت أبوك وأمك، تقومين الليل وحافظ القرآن، لكن رسول الله يقول لك الله يلعنك. إيش الحياة؟ تروحي الحج والرسول يقول لك الله يلعنك، تصومي رمضان وتقومي الليل ويقول لك الله يلعنك. يعني استوجبت لعنة الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب يعني أفعالها. أمر يعني ما هل تريدين هذا الأمر؟ كيف حياتك إذا رسول الله يلعنك؟ مالك إلا الله، صح؟ طيب أنت تحجي وتصومي وتروحي توقفي في عرفة، الله ينظر إلى الخلق ويقول قوموا مغفور لكم جميعهم. يقول من أشقى الله الناس في يوم عرفة؟ يقول من ظن أن الله لم يغفر له. تخيل الله يغفر للجميع ويقول لك أنت عليك اللعنة. من تقبلها في نفسها؟ من تقبلها الآن وهي جالسة أمامي تسمع الكلام؟ تدري من هذه أختي؟ هذه التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات للحسن. لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. كثروا ولا ما كثروا؟ كم الآن من النساء تمشي في الأرض موجوب عليها لعنة الله وهي ما هي دارية، حافظ القرآن وهي ما هي دارية، إنها ملعونة من الله. شعرت تشيليها من حواجبك، مصيبة كبرى، توجبي لعنة الله على نفسك وانت من دارية. أختي في الله، راجع عقلك، راجع حساباتك.